4 حاجات المفروض تعملهم لو اكتشفت ان حبيبك بيخونك. كدبة وعاشها قلبي، بس كان الذنب ذنبي، مش بلوم بس روح زي اللي راح. لو سابك وراجع للاكس بتاعه، او لو لسه ما سابكش بس برضه راجع للاكس بتاعه، او لو لسه مكمل معاك بس راح حب حد تاني بيحب التجديد يعني وكده، او لو مش شرط يكون في حد تاني بس سابك مره واحده، ده برضه اسمه خيانه، خيانه العهد. جهز مشروبك المفضل واعمل لايك واربط الحزام واستعد لرحله نفسيه مثيره جديده. The first thing, negotiate with your negative thoughts. تفاوض مع افكارك السلبيه. خلينا متفقين ان لحظه اكتشافك للخبر هتجيلك كميه طاقه وافكار سلبيه لو اتحولت لكهرباء كفيله ان هي تنور بلدك لمده اسبوع على الاقل. فهيبقى قدامك ساعتها 3 اختيارات: يا اما تهرب وتاخد مسكنات ومهدئات علشان تنيم عقلك وتسكته وتخليه ما يفكرش، وعايز اقول لك ان ده برضه ممكن ينفع بس مفعوله مؤقت جدا جدا. هتنام وهتلاقي نفسك كده انت مغيبن ومش عندك ادراك بالحاجه، بس وقت ما هتفوق هتلاقي الافكار السلبيه بتخبط على الباب بتاعك تقول لك صباح الخير يلا بقى عشان في طار بيني وبينك هيخلص دلوقتي. تاني اختيار هو انك تواجه وتتعايش وتتقبل الموضوع، بس علشان اكون منصف مش كل الناس زي بعضها، انا اقدر اواجه غيري ما يقدرش يواجه، كل واحد عنده الطاقه بتاعته، فدي حاجه ما نقدرش نعممها على كل الناس. ونيجي هنا للاختيار الثالث وهو الحل الوسط بين الاثنين، وهو التفاوض. بمعنى انت هتعمل تفاوض مع افكارك السلبيه، هتبرمج عقلك الباطن بمعنى اصح. يعني قول لنفسك انا مش هفكر غير بس في 10% من الافكار السلبيه، لان انا انسان ولازم احس برضه، لازم اتوجع واتضايق، لكن انا في غنى عن 90% من الافكار السلبيه لان هي هتوديني في داهيه. وهتقدر تعمل ده لحظة إدراكك إن عقلك الباطن من ضمن استراتيجياته وهو التضخم. يعني أنت لما هتركز على فكرة، عقلك الباطن هيضخمها لك قوي، أو هتركز على الأفكار السلبية هتلاقي أفكار سلبية أكتر من الأول. فأنت المفروض هنا تحجم شوية من حجم الأفكار السلبية. يعني لو لقيت الافكار السلبيه هجمت عليك، قوم ساعتها اشغل نفسك باي حاجه، قوم عود نفسك وعود عقلك انك مش هتسمح عقلك الباطن ان هو يملي السبيس الموجوده جواه او الفراغ بافكار سلبيه زياده. لا، خد كفايتك من الافكار السلبيه الموجوده، فكر فيها، بس بعد كده انت هتقوم تشغل نفسك باي حاجه تانية في الوقت الراهن، حتى لو ترتب اوضتك او ترتب مواعيدك او تشوف حاجه في شغلك، او بمعنى اصح ما تسمحش الافكار السلبيه ان هي تتملكك وان هي تتغلغل جوه اعماق روحك، ده ما ينفعش. انت بالطريقه دي هتقطع سريان مجرى الافكار السلبيه جوه عقلك الباطن. تاني حاجة، اوعى تقارن نفسك بالطرف الثالث او بالشخص اللي انت اكتشفت ان حبيبك بيخونك معاه، لان من ضمن الافكار السلبيه احنا لسه متكلمين عليها، في افكار معينه هتجيلك تقول لك ده انت حقير، ده هو حبه اكتر منك، ده انت ما كنتش كفايه بالنسبه له، ده انت خلاص اتركنت على الرف كده وهو اللي هيكمل معاه، انت يلا روح شوف لك حاجه تعملها. واجه الافكار دي بذكاء، يعني عدد لنفسك الصفات اللي انت شايف ان هي في شخصيتك ومستحيل تتكرر مع حد تاني، عامله شبه بصمه الصباع جواك، تمام؟ ساعتها هتدرك حاجه مهمه جدا، وهي ان الشخص لما هيسيبك ويروح للشخص التاني هيفضل في فراغ جوه عقله، عنده توقع ان الشخص التاني ده يكون في عنده بعض صفات اللي عندك، فبالتالي مش هيلاقي الصفات دي عند الشخص التاني، فهيفضل طول الوقت الموضوع ده مأثر فيه. ثالثا، عايزك تعمل تمرين ذهني اسمه إعادة التقييم السلبي، بس تحذير، التمرين ده بيموت المشاعر. يعني لو انت خلاص اتأكدت ان الشخص ده مش هيكمل معاك او انت مش عايزه، اعمل التمرين. لو عايز تديله فرصة تانية بلاش تعمل التمرين ده، لان هو فعلا هيبرمج عقلك الباطن ويخلي المشاعر تموت، مش تدفن جوه او لا، تموت بجد. التمرين ده مستوحى من نيورو دايجستيف بروجرامينج او البرمجه اللغويه العصبيه. هتجيب ورقه وقلم وهتعدد الصفات السلبيه اللي انت عشتها مع الشخص ده، عيوبه، كل كلاكيعه، كل وقده، وافتكر المواقف اللي كانت بتضايقك وبتزعلك، دي خانه. الخانه الثانيه، ادي تصور ذهني ان تخيل نفسك بعدين لو انت كملت مع الشخص ده وقرر نفس الغلط الثاني بتاعه، انت هيكون احساسك عامل ازاي؟ بس الغلط اللي هو هيكرره في خيالك هيكون اصعب واشنع بكتير جدا من الاحساس اللي انت حسيته لما هو دلوقتي سابك مثلا او مهما كان عمل معاك. الفكره كلها ان انت هتدي جوه عقلك الباطن تصور ذهني مخادع، عقلك الباطن لا يفرق بين الحقيقه والخيال، فهيصدقه، فهيبدا يقفل لك مشاعرك باعتبار ان هي بتمثل تهديد كبير جدا تجاه نفسيتك اللي هي ممكن تتدمر بناء على الخيال اللي انت تخيلته جوه عقلك الباطن. برمجه لعبه معقده جدا جدا، فخد لك نص ساعه كل يوم مثلا، عدد الافكار السلبيه تجاه الشخص ده كصفات وتجاه الافتراضات اللي كانت ممكن تحصل الاسوأ لو انت كنت كملت معاه. وتالت حاجه، اسال نفسك هل الشخص ده فعلا انا بحبه؟ هل الشخص ده فعلا هيكمل معايا؟ هل الشخص ده فعلا هعرف اتشرف بيه قدام الناس اللي حواليا؟ هل الشخص ده فعلا شبهي وفي مني حاجه، في ترابط ما بيننا؟ صدقني بمجرد تفكيرك ده بالطريقه دي هتلاقي فعلا المشاعر بدات تموت شويه، مبقاش عندك المبالغه